هل نحن نستقبل الغازين ونستقبل الذين يأتون لحربنا، يأتوننا بالصواريخ ونستقبلهم بالورود والزهور؟ هل يقابل هذا كله بالسلم؟ إن كان الأمر كذلك علينا أن نفكر في المستقبل. لا ريب أن هؤلاء يريدون أن يوسعوا الدائرة وأن لا يضيقوها بأي حال. لهم مطامع في كثير من البلاد، ربما الصهيونية تقول بأن لها حقا تاريخيا في المدينة المنورة. حسب ما سمعت من بعض العلماء بأنهم قالوا لهم حق في الكعبة لأنها هي مؤسسة من قبل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام وجدهم. ماذا عسى لو غزوا لا قدر الله تعالى واحتلوا هذه المناطق؟ أنقول بأننا نسالمهم مع هذا كله؟ نحن علينا أن نطالب الحكومات، حكوماتنا الإسلامية، بتطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق السلم لهذه الأمة ثم للعالم، على أن يكون هذا السلم ليس السلم ذل. الإسلام يدعونا إلى السلام ولكن لا يرضى لنا الاستسلام. السلم يعطى بيد ويؤخذ بيد. المسلمون عليهم أن يعطوا السلم بيد وأن يأخذوه باليد الأخرى، بحيث لا يكونون راضخين لمن يريدون أن يستذلوهم.